السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة تعلم بيتون وبطريقة مفهومة. اليوم غادي نشوف واحدة من أهم الأدوات في البرمجة، الشروط فويلز. بهذه الخاصية البرنامج كي يقدر يتخذ قرارات، يعني يشتغل إلا كان شرط معين متحقق. كيف؟ مثال: if x أكبر من 5 برنت x أكبر من 5. إذا كانت القيمة دي الإكس فعلا أكبر من 5، البرنامج غادي يطبع إكس أكبر من 5. النتيجة: إكس يساوي 3. if إكس 5 برنت إكس أكبر من 5 رس برنت إكس أصغر أو يساوي 5. النتيجة: يعني إلا الشرط الأول ما تحققش، جرب شرط ثاني. if إكس يساوي 5 برنت إكس هي 5. النتيجة: إكس هي 5. مثال تطبيقي عملي: إج يساوي 18. فإج أكبر أو يساوي 18 برنت مرحبا بك، يمكنك الدخول. رس برنت عذرا، الدخول غير مسموح. النتيجة: ملاحظات مهمة: ما تحتاجش أقواس، بيتونك تعتمد على المسافة للتنظيم. خلاصة: فهذه الدرس تعلمنا كيفش نكتب شرط بف. نستخدم إلس في حالة الشرط ما تحققش، إلف باش ندير أكثر من احتمال. مثال واقعي: التحقق من السن. فالحلقة الجاية إن شاء الله غادي نشوف الحلقات لوبس باش نكرر الأوامر أو نتعامل مع لائحة بيانات.